جريدة المساء. أهلا بك أستاذ حسن. أهلا. النهاردة في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي يمكن في بدايتها أو جزء منها جملة قالها إني لن أكبل أيديكم في الثأر لشهداء مصر. نعم. وشرح هذه الكلمة، كيف قرأتها؟ هو الحقيقة بداية عايز أدعو الله سبحانه وتعالى أن يتغمد بواسع رحمته شهداء مصر، سواء من العسكريين شرطة وجيش أو من المدنيين الأبرياء، وبنقول لذويهم اللي هو إحنا يعني ربنا يصبرنا ويدينا القوة على تحمل المواجهة، لأنه لابد أن نكون نحن شركاء في هذه المواجهة. نعم. أما استقرائي لخطاب السيد الرئيس النهاردة، ربما يفهم البعض من كلمة انه مش مكبل ايديهم انه سوف يتخذ بعض الاجراءات الاستثنائية التي ربما كانت المطلب الاساسي بعد كل عملية ارهابية بتحدث، وبعد يعني في كل مرة يتعرض فيها ابرياء الى هذا القتل الغاشم والى هذا الارهاب الغادر. وكانوا بيطالبوا في هذا الاطار بعدة مطالب، ربما يكون منها تعديل قانون الإجراءات الجنائية، أو تطبيق قانون الطوارئ، أو وضع قانون خاص للإرهاب، أو إحالة مثل هذه الأحداث والجرائم إلى القضاء العسكري ليفصل فيها، أو حتى نعمل محاكم ثورية. يعني أنا شايف أنه مثل هذه المطالب غير واردة على الإطلاق. ليه توقعات حضرتك؟ لا، مش توقعاتي، هو أنا بقول لحضرتك إنه ربما يفهم من كلمة الرئيس إنه لن يكبل، لا يعني أيديكم غير مكبلة في الثأر لشهدائنا، إنه سوف يتخذ إجراءات استثنائية. وأنا بقول إنه لكن وجهها لجموع الحاضرين وهم تقريبا بيمثلوا كافة أو مجمل أو أغلب أطياف المجتمع المصري. نعم. وتحديدا بيقول لهم كمان يعني لن أكبل أيديكم بس اوعوا تظلموا. نعم. اوعوا تظلموا. نعم. برضو نفهمها ازاي؟ ما أنا عايز أقول لحضرتك إنه يعني مصر لن تتخذ أي إجراءات استثنائية من وقت الثورة حتى الآن. وبالتالي برضو في مواجهة الإرهاب مصر تملك، ومصر قادرة على هذه المواجهة بأسس أخرى غير الإجراءات الاستثنائية، وبقوة أخرى غير الإجراءات الاستثنائية. هو طبعا الخطاب بتاع الرئيس النهاردة جه في وقته، والحقيقة قال كلام طيب، وكان لابد إنه يرفع الروح المعنوية، يعمل شحن وشحن للروح المعنوية سواء للعسكريين أو المدنيين، لأن كلنا أصبنا بالإحباط من جراء مثل هذه العمليات الإرهابية وتكرارها. فالوضع حاليا بيستلزم يد من حديد زي ما احنا بنقول، لكن الرئيس السيسي أكد على شرف الثأر. نعم. وده اللي بيخليني أنا على المستوى الشخصي كمصري أفخر بمثل هذا الرئيس، لأنه بيذكرني بوصية سيدنا أبو بكر الصديق لما قال لجنود الإسلام وهم بيفتحوا بلاد الشام سنة 12 هجريا، قال لهم كده: يا أيها الناس قفوا أوصيكم بعشر فاحفظوها عني، لا تخونوا ولا تغلوا، من الغلو يعني، ولا تغدروا ولا تمثلوا، من التمثيل بالجسد، ولا تقتلوا طفلا صغيرا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا تعقيروا نخلا ولا تحرقوه ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا ولا تخريب يعني. يعني شوفي حضرتك، هو بيؤكد على معنى الشرف حتى في الثأر، وهو ده الكبرياء المصري. نعم. اللي احنا لابد ان نعتز به. ونتمنى ان يكون الثأر لجميع الشهداء اللي سقطوا خلال ال4 سنوات الماضية منذ ثورة 25 يناير. نعم. وحتى الآن. نعم. من المدنيين والجيش والشرطة، خاصة يعني اللي بيواجهوا الإرهاب، وكل يوم والتاني بيسقطوا شهداء من سواء من الجهتين، القوات المسلحة أو جهاز الداخلية. نعم. يعني طيب، بتعلل بإيه أستاذ حسن إنه عقب كل عملية لقتل مدنيين أو استشهاد مدنيين، وآخرهم شيماء الصباغ عضوة حزب التحالف الشعبي الديمقراطي، اللي سقطت وهي متوجهة لميدان التحرير بالورود، هي وزملائها في الحزب سقطت، وكل الشهود بيجزموا أن الشرطة هي التي قتلتها.
تعلل بايه ان بعد كل وطبعا وفي كتير، وفي المطريه كمان يوم 25 يناير برضو قتل كتير من الشباب، لكن لسه طبعا التحقيقات ما ظهرتش مين الجاني الاصلي. تعلل بايه ان بعد كل عمليه قتل لمدنيين يعقبها عمليه قتل او استهداف للجيش او الشرطه؟ والله هو ربما يكون هناك روابط كثيرة في مثل هذه الأحداث، لكن عايز أقول إنه بعد يعني ما بتحصل حادثة بيقتل فيها مدني زي ما حصل لشيماء الصباغ بتكثر الشائعات. يعني قيل أنها لسلوكها الشخصي وسلوكها غير القويم وغير السليم قتلت. سلوكها غير القومي ازاي؟ قيل ده أول مرة يعني نسمع ده. مثل هذه الشائعات يعني بتكثر. يعني إيه؟ يعني بيقولوا إن هي بتدخن، بيقولوا ان هي ماشيه مش كويس، سلوكها غير سليم يعني. لا يا فندم، انا لا اقبل ان يعني نخوض في اعراض ناس يا فندم، سواء احياء او اموات. لا اقبل ده، لا اقبل ذلك، لا اقبل ولا قناتنا تقبل ده ولا برنامجنا. تمام. انا بقول حتى لو حضرتك سمعت ده. تمام. انا بقول انه في مثل هذه الحالات بتكثر الشائعات، وكثير من الناس بتقعد تحلل وتقعد تنظر وتقعد تحط تأويلات. فاحنا بنقول انه القضاء المصري هو اللي هيفصل بكلمته في مثل هذه الأمور. ووزير الداخلية بنفسه تعهد أمام السيد الرئيس النهاردة بأنه لو ثبت، لو القضاء أثبت أنه هناك تورط لأحد العناصر من الداخلية هيقدمه بنفسه للمحاكمة الجنائية والإدارية. وهنا سؤال، ولذلك طبعا الرئيس النهاردة قال شيماء ابنتي والمحاسبة واجبة دون هدم المؤسسات، ووجه طبعا يعني الامر لوزير الداخليه انه يبحث عن الجاني. وزير الداخليه رد عليه اذا كان من الشرطه انا اللي هسلمه بنفسي وابلغ عنه. يعني هل كل حاجه الرئيس هو اللي هيعملها، ولازم الرئيس هو اللي يؤمر، ولازم تقوم ثوره وبرامج تتكلم على شهيده سقطت علشان الرئيس هو اللي يتحرك ويؤمر مؤسسات الدوله سواء كانت داخلية أو نيابة يعني علشان تتحرك؟ فين الفصل بين السلطات وفين عمل ومسؤولية كل سلطة وكل جهاز في الدولة؟ نحن تعودنا في مصر أن نقع فريسة لحاجتين. الحاجة الأولانية زي ما قلت لحضرتك في السؤال اللي قبل كده، إنه الشائعات بتأكلنا بتنهشنا. نمرة 2، الإعلام برضو بيتحمل مسؤولية كبيرة في مثل هذه الأحداث. يعني الإعلام بيفتح قنواته، بيفتح مواد حوارية كثيرة للتأويل وللتخمين بدون سند حقيقي، بدون أدلة ومستندات، وبالتالي الناس لما بتشوف كل ده بتقع فريسة. شهود العيان موجودين وأجزموا إنه ضابط شرطة هو اللي قتلها. لا، هو لحد حتى الشاهدة الوحيدة اتهمت في القضية. لم يثبت بالقضاء إنه هناك اتهام أو إدانة لحد من العسكريين. هل أدين أحد منذ ثورة يناير حتى الآن بقتل شهداء مصر؟ هل أدين أحد؟ خاصة الشهداء الذين سقطوا من الغلابة المدنيين، يعني المواطنين العاديين. أنا عايز أقول حضرتك إحنا كمصريين مبارك خرج براء. نعم، إحنا كمصريين لابد أن نتروى. يعني لابد أن نحترم أحكام القانون وأحكام القضاء ونصبر شوية. يعني بلاش إحنا نسارع ونسابق الأحداث. نعم. يعني هناك حادثة وقعت والقضاء بيفصل فيها، نصبر وبلاش تأويلات وبلاش شائعات حتى لا يؤثر ذلك على يعني مستقبلنا أو على حاضرنا أو ما إلى ذلك. طيب تعلل بإيه حضرتك إنه الحادث الإرهابي الغادر اللي حصل لجنودنا وضباطنا وأيضا المدنيين بالعريش يوم الخميس تم نشر الفيديو بالتفصيل وعدد كمان من قاموا بيه؟ نعم. سيارتين أو 3 دخلوا المعسكرات وشفناه، والتفجير تم وناس بتراقب وناس بتصور. حتى قناة الجزيرة يعني لأول مرة أتحدث عن هذه القناة. نعم. على الهوا بتبث يلا احنا بنستعد عشان في تفجير هيحصل. نعم. يعني حضرتك بتقرا المشهد ده كله على بعضه ازاي؟ هو طبعا انا عايز اقول لك انه هذا المشهد يعني بيشترك فيه اكثر من طرف. هناك تقصير واضح طبعا لما نشاهد مثل هذه الاحداث بهذا الترتيب وبهذا التقنين. دي مؤامرة إرهابية. فين الجهات الأمنية وفين القيادات الأمنية من المعلومات حول حدوث مثل هذه المؤامرات؟ يعني أنا عاوز أقول إنه هناك قصور في المعلومات اللي بتوصل، وخاصة في المناطق اللي هي منظورة مثل سيناء. قصور في المعلومات؟ قصور طبعا، لابد إنه يعني قصور لدى من حضرتك الواقعة حصلت إزاي؟ كان هناك
تصور انه هؤلاء الجنود اللي هم استشهدوا أيوة. عندهم نقص في المياه. مم. فالمجموعة الإرهابية اللي دخلت علشان تضربهم داخلة في فناطيس مياه. طب مم. من أين علموا أن هؤلاء الجنود عطشانين وعايزين مية؟ المفروض المعلومة دي تكون عندنا احنا فين؟ ما تقصد تبقاش تقول عند ان المعسكر الإرهابيين. ده بالتحديد مخترق. ما تبقاش عند الإرهابيين. في جاسوس جوه المعسكر. أنا هتكلم على فكرة. بس قيل انه يعني ونشر بالصحف انه 2 من الجنود كانوا خارج المعسكر، شعروا بان هؤلاء ارهابيين، رموا نفسهم على السيارات. نعم. السيارات دي. نعم. بالتالي منع انه الخسائر في الارواح تكون اكتر. بالظبط. يعني انا عايز اقول انه لابد ان تكون هناك قاعدة بيانات دقيقة وكاملة عن الوضع في سيناء كاملة، وهو ده اللي عمله السيد الرئيس بتكليف الفريق أسامة عسكر قائد القيادة الموحدة بشرق سيناء، انه يتبنى مثل هذه المهمة الأساسية، انه لابد ان تكون هناك قاعدة بيانات كاملة ودقيقة عن الوضع في سيناء كاملة. تمام. ده هيقلل الخسائر، ده هيعمل هيدي الفرصة لضربات استباقية لما يبقى في مؤامرة إرهابية هتتم احنا نحبطها قبل ما تحدث. تمام. انا عايز بس اقول لحضرتك اشير الى نقطة مهمة جدا. النهاردة تم القبض على مجموعة من المعاونين والمساعدين للعملية الإرهابية اللي حصلت في العريش من المصريين. تمام. أذيع هذا الخبر؟ أذيع هذا الخبر النهارده. أذيع موجود على مستوى كل وسائل الإعلام. موجود. عايز أقول إنه حضرتك في مشكلة في هي جماعة أنصار بيت المقدس اللي أعلنت مسؤوليتها عن هذا الحادث. لا، أنا ما بتكلمش على هذه الجماعة الموهومة والمزعومة. أنا بتكلم عن إنه تم القبض النهارده، وهذا معلن في وسائل الإعلام. وتفاصيل الخبر عند حضرتك موجود. من أي أيوة. من أي أيديولوجية، من أي جهة؟ لا لسه، هو تم القبض، يعني أعلن كده إنه تم القبض على مجموعة من العناصر من المصريين شاركوا وساعدوا في تنفيذ هذه العملية. من المصريين؟ من المصريين. أنا عايز أشير إلى نقطة مهمة، وهي المشكلة اللي موجودة. بس عايزة أؤكد للناس إن إحنا ما جالناش الخبر ده، وده على مسؤولية حضرتك. طيب، على مسؤوليتي، لأنه طبعا أنا صحفي وفي المطبخ الصحفي، أنا عارف أنا بقول إيه. تمام. عايز أقول لحضرتك إنه إزالة الشريط الحدودي على مصر، اللي هو المنطقة الفاصلة بيننا وبين غزة. ده الشريط الحدودي ده فيه أسئلة كتير مهمة عايزة أسألها لحضرتك، لكن حضرتك أشرت من شوية للمعلومات. ما عندناش معلومات، ما عندناش قاعدة بيانات كاملة. بالظبط. يعني في خطابه أمس بعد اجتماعه بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، قال احنا عارفين كل حاجة وعارفين احنا بنعمل ايه. طيب احنا كمان عايزين نعرف برضو كل حاجة، وعايزين نعرف الرئيس بيعمل ايه. ده من احد المطالب اللي هي المشروعة بالنسبة لنا احنا لان هم بيعلنوا بيبينوا، احنا يعني ما عندناش حاجة نردوا بيها عليهم. يعني دلوقتي السؤال اللي بيشغل اذهان الناس انه احنا نعمل ايه عشان نواجه الارهاب. تمام. لا، انا عايزة اعرف ليه مفيش مكاشفة ولا مصارحة في اي شأن من شؤوننا، بالرغم من ان الرئيس وعد المصريين في أول خطاب له يوم التنصيب وقال إن هذه المرحلة مرحلة المكاشفة والمصارحة. نعم. هو يعني الواقع، يعني لو احنا حطينا رجلينا على أرض الواقع بنعرف كده إنه ليس كل ما يعرف يقال. يعني هناك معلومات ربما تكون مرتبطة بالأمن القومي، ربما تكون مرتبطة بمستقبل مصر، ما ينفعش يعلن عنها دلوقتي. يعني طبعا الرئيس واحنا كلنا نعلم ان الديمقراطيات المتقدمه. ماشي، اديني بس حضرتك فرصه. يعني عايز اقول بتكشف عن كل حاجه، حصل كذا وكذا وكذا، وهنتخذ اجراءات 1 2 3. يعني ده المأمول، اللي هي الاشياء اللي ممكن يتخذها اعدائنا ويعمل يعني يتحسب ليها. نعم، ده المأمول، وده اللي احنا بنطالب بيه، ان تكون هناك شفافية في اعلان الاحكام اللي صدرت ضد المتورطين في اي عمليات ارهابية. بالاضافة الى هذا لابد من تعويض المضارين في مثل هذه العمليات بعيدا عن قواعد القانون المدني. وده اللي انا كنت عايز اشير اليه في حتة الشريط الحدودي بتاع مصر. قبل الشريط الحدودي نكمل هذه الجزئية. هنتكلم فيه لانه مهم جدا. بالظبط. الرئيس برضو توجه دائما من وقت لآخر يتحدث عن دور الإعلام. طيب احنا كإعلام وما عندناش معلومات في ملفات كتيرة، مش بس الملفات اللي بتخص الأمن القومي، يعني معلومات عسكرية أو أمنية أو كذا أو كذا.
لا، معلومات في ملفات كتيرة جدا جدا جدا، وده اللي بيفتح المجال لصحفيين زي حضرتك، وحضرتك تعلم ده، وإعلاميين زينا كده، حتى المتخصصين والباحثين، ان مفيش معلومة فبيكون الشرح امام المواطن امام المشاهد او التحليل تحت بند وعنوان ربما يمكن قنوات تانية تيجي مفسرة اي خطوة يخطوها الرئيس او الحكومة او اي مسؤول في الدولة على انه مش ربما بقى ده يقصد كذا وكذا وكذا وكذا، وبناء عليه بياخدها مشاهدين مثل هذه القنوات على انها معلومات. نعم. وطبعا المتخصصين اللي بيجوا يوضحوا للمشاهد كل حاجة، متخصصين في كل المجالات، دول اهل علم بيستندوا قبل ما يشرحوا للمواطن على المعلومة. نعم. علشان يشرحوها بالمنطق. نعم. مش احنا كإعلاميين مش معقول هنقعد ننجم طول الوقت. نعم. وبالتالي مش هنقدر نساعد مصر ولا نساعد ونقف ضد الإرهاب بدون معلومات. لا، هو حضرتك هي المسألة مش كده بالظبط. هو طبعا يعني قطاع زي قطاع الداخلية لما بيحصل أي حادثة نعم. على طول بيصدر بيانات بيبين فيها وبيكشف فيها كل الوقائع اللي حصلت. تمام. هي بس المشكلة بالنسبة لنا احنا فكرة التقاضي وفكرة إصدار القضاء لأحكامه، وقد تكون هي دي اللي بتتأخر شوية، وهو ده السبب انه احنا بنتعجل دايما استقراء الأمور. يعني هو احنا مشكلتنا وده اللي احنا بنطالب بيه، انه لابد ان تكون هناك إجراءات للتقاضي سريعة علشان ما يتأخرش اللي حضرتك بتتكلمي فيه، اللي هو انه يبقى فيه مكاشفة وانه يبقى فيه معلومات بتصل الى المواطن صحيحة مستندة الى ادلة ووقائع واحكام قضائية سليمة. يعني هو لكن ما عدا ذلك احنا يعني المجلس العسكري للقوات المسلحة لما بيحصل حاجة بيصدر بيانات، الداخلية بتصدر بيانات، ودي بتكشف كل الأحداث. يبقى بالتالي احنا بيبقى تحت ايدينا مجموعة من المعلومات نقدر ان احنا نستند اليها في تحليلنا لأي أحداث بتحصل. نعم. طيب اسمح لنا يا أستاذ حسن نتلقى هذا الاتصال الهاتفي مع الكاتب الصحفي أستاذ محمود الحلبي من العريش شمال سيناء. أهلا بك يا أستاذ محمود. اهلا بك يا استاذ عزة، واهلا بضيفك، واهلا بكل مشاهدين لقناة القاهرة. مطلع يا استاذ محمود على الاوضاع في سيناء اليوم وامس وكل يوم؟ والله طبعا قوات الجيش والشرطة رفعت حالة الطوارئ الان في جنوب كل محافظة شمال سيناء على الأكمنة وعلى المداخل والمخارج في كل أنحاء محافظة شمال سيناء، والتفتيش على كل العربات الداخلة إلى محافظة شمال سيناء بعقبة الحادث الإرهابي الغاشم الذي تعرضت له محافظة شمال سيناء. تأثير هذا الحادث على الأهالي هناك إيه يا فندم؟ الأوضاع هنا في شمال سيناء المردود على الأهالي، كل سيناء في حالة حزن وعزاء للقوات المسلحة والشهداء الأبرياء الذين راحوا فداء بهذا الوطن. طبعا كل من غدر على أرض سيناء فليس ينتمي لهذا الوطن ولا ينتمي إلى مصر، وإنما هذه عناصر مرتزقة كما يحدث كل مرة على أرض سيناء. التفجيرات تتم على مراحل متباعدة في وقت واحد. أستاذ عزة تم تفجير منطقة الشيخ زويد ورفح في وقت واحد. شفنا الفيديو اللي أذاعوه بكل بجاحة، يعني شفناه طبعا في وقت واحد ده تم. أنا ما عرفتش ازاي العربية دي. وشفنا تهليل مصورين قنوات الجزيرة اللي بيقولوا الله أكبر ومستنيين التفجير يتم، والمذيعة اللي بتقول أيوة إحنا هو على الهوا منتظرين عملية تفجير تتم. يا ده بصراحة يعني حاجة لا يرثى لها ولا تخطر على عقول بشر. يعني ده دول المحطة دي مخابرات ولا إعلام ولا إيه بالظبط؟ عارفين إيه اللي هيحصل في بلدنا وإحنا مش عارفين. والله المذيعة بتقول أيوة إحنا هو على الهوا من مكان الحادث مباشرة هيحصل تفجير دلوقتي. لا إيه ده؟ ويحصل التفجير والناس تهلل، مصريين بيقولوا الله أكبر على تفجير جنودنا وضباطنا واهالينا المدنيين كمان في سيناء. ده ايه ده؟ والله ده تخطيط من كل الجهات. تخطيط في وقت واحد تم استاذ عزة، في وقت يعني شيخ زويد ورفح والكتيبة 101 ومديرية الامن في شمال سيناء والمخابرات، كل ده تم في وقت واحد وتوقيت واحد. ده عملية مدروسة مخططة من قبل هؤلاء العناصر الإجرامية.
طبعا. طيب استاذ محمود، ايه اثر مد حظر التجوال لمده 3 شهور اخرين في المنطقه عندك في شمال سيناء؟ والله مد حظر التجوال ده اثر سلبيا على المواطن. المواطن في شمال سيناء طبعا زي ما احنا عارفين استاذ عزه، كل الشباب اخذين اقساط ميكروباصات من البنوك. نعم. طبعا هذه الفترة لا فترة الحظر دي لا تكفي لشغل هؤلاء الشباب لسد هذه الأقساط. ثانيا التجار عالقين في المعابر، عالقين في فترة الحظر من فترة الساعة 7 للساعة 6 صباحا هم على كل الأكمية. يعني ضد طوابير في فترة الحظر زي ما احنا عارفين. كان في لقاء للواء حرحور محافظ شمال سيناء النهارده، طبعا أيوة. بيستمع للاهالي، ويا ريت هذا اللقاء يوصل للمحافظ ان احنا عايزينه يتكرر مش مره واحده في اليوم، مره واثنين وثلاثه، لتلبيه كل مطالب اهالينا في سيناء، عشان طبعا ما يبقاش ليهم اي شكوى تاخدها اي قناه او اي حد من اعدائنا ويقعد يبني عليها قصص وروايات. يا ريت سياده المحافظ يكون سمعنا. اتفضل. طبعا استاذ عزه، طبعا شعب سيناء عانى كثيرا، ولا بد ان تحقق له كل المطالب. طلب الرزق ده يكون في المقام الاول. يعني بالنسبه لموضوع الحظر ده برضه اثر على الافراح والعادات والزيارات في محافظه شمال سيناء. رجعنا يمكن 30 سنه لورا، صارت الافراح تقام في العصر في حدود الساعه من بعد الساعه 5 ساعتين تقام الافراح. يعني كل ده اثر بالسلب على المواطن، والزيارات وخروج المواطن. اصبحت سيناء في عز عن المحافظات. نطالب بكل ابناء سيناء يطالبون بمساواتنا بكل محافظات مصر التي لا يوجد بها اي حظر في هذه الاوقات. نعم. انا بشكرك استاذ محمود. طيب معايا الكاتب الصحفي الاستاذ حسن حامد، حابب يوجه ليك سؤال. اتفضل. اهلا بيك استاذ حسن. مساء الخير يا استاذ محمود. انا بحييك بدايه لانه انت واضح انه متابعتك الحقيقه يعني دقيقه وجيده، وشيء مشرف انه يعني تبقى زميل لنا في سيناء. انا عايز بس الحقيقه يعني اسالك عن اللي هم السكان اللي ازيلت بيوتهم على الشريط الحدودي. ايوه. يعني انت شايف انه رد فعلهم تجاه الضرر اللي لحق بيهم، وخاصة في ظل التعويضات القليلة الثمن اللي حصلوا عليها، يعني هم رد فعلهم ايه؟ مستائين بشكل كبير، ولا يعني قادرين يتحملوا المصاب حتى يعني تنهض مصر وتقف على رجليها اقتصاديا؟ والله كانت يعني على الشروط الحدودي في رفح طبعا الكل كان متضرر من هذه. عندما سمع ذوي الانفجارات وصل الى اخر العريش، يعني هز كل البيوت في محافظه شمال سيناء. يعني بصراحة كل الناس فرعت في هذا الوقت بالذات. يعني كل الناس مستاءة من هذا الوضع، خاصة في منطقة حديقة الحيوان بالعريش والكتيبة 101. كان هناك بيوت أصيبت وزجاج الأمارات وقع. كل المنطقة في ضحية السلام الزجاج وقعت الشبابيك في هذه الفترة. إدارة العريش التعليمية أيضا تأثرت بهذا الوضع. الزجاج وقع، وكل يعني نحمد الله ان هذا كان في فتره مسائيه بدون وجود اي موظفين، كان اثر بالسلب على الموظف. وفي بعض اشخاص ايضا في المناطق التعليميه في جامعه سيناء اصيب ودخلت في عينها احد الشظايا الزجاجيه عن طريق هذا الارهاب الغاشم الذي هدد محافظه شمال سيناء. طيب وسياده المحافظ بيواجه المشكلات اللي بيعاني منها اهالي سيناء ازاي يا فندم؟ والله طبعا تم عقد اجتماع مع رجال وقبائل شمال سيناء مع السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، وأدى سيادته أنه سوف يتم تخفيف الحظر، يعني حتى يتم جلب الرزق للمواطن في هذه الفترة. نعم. كل الحياة أصبحت سلبية. طيب أثر تخصيص 10 مليارات جنيه لتنمية سيناء تنمية شاملة ومكافحة الإرهاب إيه على أهالي والله طبعا وسط سيناء احنا عارفين لو تعمرت هذه المنطقة
سوف نقضي تماما على الارهاب. هذه المنطقه جبال وعره، في هذه المنطقه نتمنى ان يتعمر وسط سيناء تماما حتى نقضي على الارهاب تماما. لو هناك كانت تنميه ودوران عجله التنميه في خاصه في الحسنه ووسط سيناء وهذه المناطق، سوف نقضي يعني مش هنقول نهائيا على الارهاب، جزءا من هذا الارهاب نقضي عليه في هذه المناطق. يعني شمال سيناء نتمنى ان نزرع في حاله الحظر ان يتخفف عن محمود وعذرا لضيق وقتنا، يا ريت يعني كل حلقه تكون معانا وتدينا فكره عن مشكلات اهل سيناء وكيف يتم التعامل معها من قبل المسؤولين سواء كان المحافظ او غيره من ولاة الامر هناك. بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمود الحلبي الكاتب الصحفي من شمال سيناء العريش تحديدا. عودة لحضرتك مرة تانية أستاذ حسن ونكمل كلامنا. الرئيس بيطالبنا، وطبعا احنا واجبنا كلنا كمؤسسات في الدولة إعلام وغيره من المؤسسات، ان احنا يعني كلنا نحارب الإرهاب من أماكن عملنا. نعم. كتير بقى باحثين ومتخصصين في كل المجالات، التاريخ، الاقتصاد، علم الاجتماع، السياسة، يعني بيقولوا علشان نحقق تنمية شاملة لابد من إطلاق الحريات والتعددية في الرأي والأفكار مع الأخذ بها، مش اتكلموا واحنا نعمل اللي احنا عايزينه. احنا بنعاني في مصر من هامش حرية، احنا بنعاني في مصر من عدم وجود حرية. ما هو انا بكمل الجملة بايه؟ مش اتكلموا يا متخصصين ويا خبراء ويا اعلاميين ويا صحفيين وقولوا اللي انتوا عايزينه، ونفس السياسة القديمة احنا هنعمل اللي احنا عايزينه. زي مثلا الرئيس امر بايه؟ امر يعني ذات مرة بتطهير مؤسسات الدولة من الفساد، وامر كل المسؤولين يشتغلوا على هذا الملف. ما حصلش. بعدها بشهور مؤتمر لرئيس مجلس الوزراء المهندس ابراهيم محلب اعلن فيه عن خطة قومية لمكافحة الفساد، ولم نخطو فيها خطوة واحدة حتى الآن. الاقتصاد هينمو ازاي بدون تطهير قيادات فاسدة وقدوة سيئة جدا لكل العاملين بأجهزة الدولة؟ نعم. في كل مكان. نعم. في كل مؤسسات الدولة ولا نستثني أحد. هرد على حضرتك من خلال شقين. الشق الأول بيتعلق بمسؤولية المواطن بشكل عام تجاه ما يحدث. يعني احنا شركاء في المسؤولية، وانا والقيادات لا يا فندم. انا بقول اللي كل مواطن كلما فسدت كلما اعتلت المناصب. كل المواطنين المصريين شركاء في المسؤولية مؤكد. يعني انا حضرتك ليا مقال في جريدة المساء اللي بعتز بانتمائي ليها كل يوم جمعة، كتبت هذا الكلام مرتين ثلاثة، قلت انه لابد من تطهير المؤسسات من العناصر والنماذج المنتميه للاخوان. حتى الان يا فندم ما هو انت ما تقدريش تفصلي اخوان او غير اخوان طالما لم اسمعيني، انت ما تقدريش تفصلي. ما هو كويس ان حضرتك قلت الجمله دي. شباب الجامعه كلهم اخوان اللي بيطلعوا في المظاهرات، الناس اللي في الشارع بيطالعين في مسيرات في شوارع بعض مدن المحافظات المختلفه كلهم اخوان. وحتى لو كلهم اخوان طالما زي ما قالت الحكومه وقال الرئيس الا من تلوثت ايده بالدماء وكذا وكذا، مش في النهايه هؤلاء مصريين. شوفي انا هدي لحضرتك وفي الوظائف موجودين وجيراننا انا هدي لحضرتك مثلا وساكنين يمكن في نفس العماره ونفس الحي ونفس القريه ونفس الشارع. ايه الحل؟ هم هيفضلوا طول عمرهم اخوان. تمام. هؤلاء جريمتهم ان هم بيروجوا للفكر الاخواني الارهابي. تمام. لكن لا تستطيع ان انت تمسكي عليهم حاجه. وانا هدي لك مثل حي جدا. انا في احد حواراتي مع القيادات كنت بتحاور مع الدكتوره نوال شلبي، ودي كانت وقتها الكلام ده من حوالي 6-7 شهور، كانت ماسكه حاجه اسمها مركز التطوير بتاع المناهج الدراسيه، ودي تابع لوزاره التربيه والتعليم. وانا قلت لها انه عندي مستندات تؤكد ان السكرتير بتاعك اخواني. قالت لي انا عارفه، بس هنعمل ايه؟ يعني هو راجل ملتزم في شغله وبيأدي ما عليه وما بيأثرش، انا ما اقدرش اقول له ما اقدرش استبعده عشان اخواني. صنفهم اخوان او غير اخوان. انا بقول لحضرتك طب احنا مثلا في اتحاد الاذاعه والتلفزيون ما احنا عارفين هنا قيادات فاسده من ايام مبارك لغايه دلوقتي، وفي ناس ثانيه محترمه مثل هذه لكن بنشوفهم بعينينا قدوه سيئه جدا اللي بيحاول يقول كلمه الحق او بيشتغل بضمير. ممكن قيادات زي دي زي ما شفنا ايام مبارك وخدنا جزائنا ورجعنا بالقانون، ايام الاخوان وخدنا جزائنا ورجعنا بالقانون، نفس القيادات دي. وتقارير بتطلع انهم التقارير القانونيه
انهم فعلا اجرموا في حق فلان وفلان وفلان، بالظبط. تكون النتيجه انهم بيترقوا ما بيحاسبوش، بالظبط. وبالتالي ينسحب ذلك على كل طبعا الوزارات. مهم جدا. في وزاره الزراعه لسه سامع النهارده في راديو مصر مواطنين بيشتكوا على الفساد اللي في وزاره الزراعه، ونفس الشكوى ومحدش راضي يلمه، غير ناس بيشهدوا على ناس يعني هم الفسد، هم المواطنين، هم الموظفين البسطاء، وبيروحوا القضاء علشان هم كبار بيتم تبرئتهم. نعم، يعني أنا بضم صوتي لصوتك وبقول إنه يعني هذا الوضع لابد أن ينتهي، ولابد أن نتحمل مسؤولية التخلص من جذور الفساد في كل مؤسسات الدولة حتى تنهض مصر نهضة حقيقية. نعم. أنا عايز بس أحيل الأمر إلى الشق الآخر اللي أنا عايز أتكلم فيه، وهو مسؤولية المثقفين على نحو خاص. يعني المثقف المصري يعاني الآن، أو الثقافة المصرية الآن بشكل عام تعاني من أزمة حقيقية. نعم. نحن تصورنا أنه ما أطلقنا عليه الربيع العربي أنه سيأتي بازدهار ونهضة غير عادية بالنسبة للمجتمعات العربية، لكن للأسف الشديد ما حدث هو كان نوع من أنواع السيولة السياسية فقط لا غير، ولم يتعلق الأمر بسيولة الجمود الفكري الثقافي لدى النخبة في المجتمع العربي. يعني بمعنى أوضح، أنا كنت عايز أقول أنه لابد كان منتظر من الربيع العربي أو بعد الفترة بتاعة ثورات الربيع العربي أن يكون هناك تجديد للأطروحات الفكرية، يعني أن تكون هناك أفكار جديدة تواكب فكرة التغيير والرغبة في التغيير. كده اللي عايزين أفكار بالظبط. وأنا من أنت خارج حضرتك الصندوق. بتفكريني بالظبط ببيت الأفكار اللي هو كانت فكرة ومبادرة من القيادة السياسية بأنه يا جماعة لو عندكم أفكار قدموها. طبعا إحنا مشكلتنا كمصريين على نحو خاص انه لما بيتفتح لينا الباب للاسف الشديد ما بنهتمش. يعني فلذلك انا بحمل المسؤوليه فيما يحدث للنخبه السياسيه، للنخبه الثقافيه في مصر، لانه عليها كان المفترض انه عليها دور مهم جدا تؤديه ولم تؤديه، تخلت وتراجعت وانسحبت وعانت الجمود الفكري. انا عايز اقول انه علشان نقاوم الارهاب ونواجه الارهاب بآليات فعالة لابد ان يتصدر المشهد المثقف المصري، لابد أن يقدم هذا المثقف مبادراته. يعني زي ما حضرتك بتقولي دلوقتي احنا بنعاني فساد. نعم. لو المثقف تحرك مش هتلاقي فساد. نعم. لأنه الثقافة سلوك. يعني انت حضرتك لما بتتعاملي مع المثقفين والإعلاميين والفنانين والعمال والفلاحين بالظبط اللي حرروا لهم تسويق يعني زراعة القطن يا فندم، ده هدم مصانع النسيج في مصر. ازاي الرئيس يوافق على حاجة زي كده؟ مش معقول. اللي هو ايه ان على الفلاحين انهم يبحثوا عن طريقة لتسويق محصول القطن قبل ما يزرعوه. النهارده الدكتور عادل البلتاجي كان مجتمع مع الدكتور منير فخري عبد النور، كان مجتمع مع مجموعة من ممثلي القطاعات الزراعية في مصر، وصرح، وهذا الكلام نازل بكرة في المساء منفردة به، بأنه اللي خلاص هو تم الاتفاق على بيع وشراء القطن اللي هو ب 1400 جنيه للوجه البحري و 1250 للوجه الإبلي، وهو أصلا 1800 الانطار. طيب ما هو للانطار. ما ده كويس. حضرتك كنت عايز تتكلم على الشريط الحدودي اللي عامل صداع للبعض. بالظبط. ايه أهمية الشريط الحدودي تمام. للأمن القومي المصري؟ لأن الناس كلها بتقول إنه دوت لصالح أمن إسرائيل، لصالح مش عارفة لا هو مش كده. سينا هتضيع، والرئيس أكد إن سينا لينا ومش هنفرط فيها، مش هنديها لحد، مش هنسيبها لحد. تمام. أنا هقول لحضرتك هو المشكلة بس في عجالة مصابة. حاضر، ده على طول. المشكلة في هذا الشريط الحدودي هي الأنفاق. أنت عارف حضرتك علشان تبدأ لابد أن تبدأ من بيت واحد مصري. نعم. تمام. وتنتهي لبيت واحد في غزة. أيوة. وبعدين حماس بما إنها عارفة أهمية هذه الأنفاق، أيوة. عاملة وزارة اسمها وزارة الأنفاق. مفيش دبوس بيعدي لما تاخد عليه جمارك. وبالتالي من المستفيد من الجمارك دي؟ بيصرف للطرف المصري. أيوة. شهريات بتصل إلى 10 و15 و20 ألف جنيه. لما أنت حضرتك تيجي تشيلي الشريط الحدودي ده وتهدمي هذه البيوت علشان تكشفي عن حجم هذه الأنفاق، مش هيرجعوا. ما خلاص بقى، وهو كان إزالة الشريط الحدودي ده على مرحلتين. مدينة رفح الجديدة دي مش بتتعمل ليهم عشان يرجعوا. تمام. أنا بتكلم على حجم الخسارة اللي عانى منها هؤلاء، ولذلك أنا سألت الأستاذ محمود الحلبي عن الأنفاق دي، يعني مدى رد فعلهم عن الشر كلها، أسلحة وإرهاب وكله. تعالي شوفي التعويضات اللي خدوها بقى. التعويضات اللي خدوها
يعني كل واحد خد 5000 جنيه. تمام. ماشي. فحجم التعويضات لا يناسب حجم الضرر. ايوه. وهو ده اللي احنا بنقوله، طب كويس انه على حضرتك الدولة قلت النقطة دي. ايوه عن تعوض المضارين تعويض بعيدا عن قواعد القانون المدني. يعني انت بيت هدمته وكان الراجل بيكسب من ويكون وراه. في حوار دائما معاهم، لان دول اهالينا في سينا، اول ناس واقفين في وش الارهاب بس هناك، عايز اقول لحضرتك، واول ناس المفروض هيقفوا جنب عايز اقول بيتنا هناك. لحضرتك لو احنا ما نقدرش نوجه الاتهام لهؤلاء المصريين لا ابدا بانهم شركاء في طبعا. الجرائم اللي بتتم. طبعا. لكن عشان عايز كده اقول احنا بنقول لازم نسمعهم كل يوم، وكل طلباتهم اوامر. تمام. عايز اقول نعم. انه على هؤلاء المصريين هم يتحملوا شويه، يصبروا. يعني ربما يكون في المؤتمر الاقتصادي اللي هو في مارس القادم ان شاء الله يعني انطلاقه اقتصاديه وانفتاح على نافذه على العالم ان شاء الله، يعني هتخلي مصر تقف على رجليها اقتصاديا من جديد. يعني ان شاء الله الوضع هيتحسن باذن الله، ان شاء الله الوضع بس بالحق والعدل والمساواه في كل شيء، في مبدأ المحاسبة والثواب للجميع. الرئيس قال مرة إن يا رب تشوفوا كل مؤسسات الدولة زي مؤسسة القوات المسلحة، في إنها إيه؟ مؤسسة انضباط. بالظبط. مؤسسة اللي يغلط بيتحاسب فورا. احنا عايزين كل مؤسسات الدولة كده، ما تبقاش مؤسسات عسكرية. يعني نطبق الحق والعدل والمحاسبة، مبدأ المحاسبة للجميع قيادي أو مرؤوس، مع الحفاظ على الحقوق والحريات طبعا. يا ريت نشوف كل مؤسسات. ما تنفذ يا ريس، مستني ايه؟ عموما انا للاسف انتهى برنامجنا وخدنا وقت كمان اضافي، بعتذر لزملائي اللي بعدنا، وبشكر حضرتك شكرا جزيلا. الكاتب الصحفي الاستاذ حسن حامد نائب رئيس تحرير جريدة المساء. شكرا جزيلا يا فندم. وانتم ايضا مشاهدينا الكرام شكرا جزيلا لحضراتكم، والتقيكم باذن الله الاحد القادم وحلقة جديدة من اخبار القاهرة. تصبحوا على خير.